في فيديو معين كده كنت بسمعه الدكتور محمد الغليظ. كان بيتكلم فيه عن شوية نصايح يعني بيديها للشباب ان انت يعني الحاجات دي لازم ان انت تفوكس عليها، وان انت تشوف دنيتك ماشية ازاي فيها، وتبدأ ان انت تعمل بحاجات معينة. وفعلا النصايح هم كانوا تقريبا 16 نصيحة، هم فعلا هيفرقوا مع اي حد. هو فيديو كامل كله ساعة بس فعلا كان جامد. بس في نقطة معينة كده اتكلم عنها، وهو حتة الغيرة. هو قال ان الجيل بتاعه هو يعني هو حاليا تقريبا حاجه 40 سنه او 50 سنه، انا مش متاكد، بس هو كان بيتكلم على نفسه ان هو عنده مشكله، ان هو شايف ان في ناس كتير من جيله هو فقدت خلاص حته ان هم بيغيروا على بيتهم، بيغيروا على اولادهم. ولما تيجي دلوقتي اصلا تشوف الجيل بتاعنا احنا اللي هو الحالي، هتلاقي ان فعلا ايه ده. يعني هو نفسه اتكلم على جيل الكروب توب، وقال ان ده بيقول يعني المفروض ان جيل الكروب توب ده شايف ان الجيل اللي قبله ان ده كان جيل ماشي غلط ودنيته غلط وبتاع. طيب احنا دلوقتي بالجيل الحالي ده اللي احنا هنجيبهم بعدين دول هيكونوا عاملين ازاي؟ البنت اللي دلوقتي المفروض ان هي بتلبس كروب توب وبتنزل اركان وبالم هيلز والكلام ده، دي بعدين لما تبقى دي ولادها هيكونوا ايه؟ هو قال حرفيا، هو قال احنا الاول كنا بنقول الكاسيات العاريات، لا احنا دلوقتي احنا هم عاريات بس. عيالهم بقى يكونوا ايه؟ يعني احنا خلاص احنا وصلنا خلاص للفول مارك بتاعنا. دلوقتي البنات كروب توب والبناطيل الحاجات الغريبه اللي بتتلبس دلوقتي دي، فاحنا خلاص وصلنا للنقطه دي. طب اللي جاي بقى بعد كده هيكون ايه؟ احنا حققنا خلاص التارجت او اعلى حاجه مش طبيعيه. انت لا انت كراجل ان انت تقبل على بنتك انها بتلبس حاجه زي دي، فانت ايه؟ انت كده مش عندك مشكله، انت كده مش بني ادم. يعني مش هقولك انت مش راجل عشان ده يكون عيب، بس انت كده مش بني ادم اساسا. في ناس كتير قوي حاليا اصلا يعني غير جيلنا، هم لحد دلوقتي اصلا ولا بيغيروا على اهل بيتهم، ولا بيغيروا على اخواتهم، ولا على امهاتهم. انت دلوقتي لما تكبر ومراتك وعيالك هتعمل ايه؟ يعني اما احنا دلوقتي في الزمن ده احنا بنشوف ابهات المفروض ان هم من الاجيال اللي فاتت سايبين عيالهم بيعملوا كده. طب اللي جاي وفعلا بصراحه يعني انا لما كنت شفت الفيديو بتاعه ده كنت احس ان انا بني ادم راجع، او ان انا بالنسبه للناس ان انا كده لسه في العصور القديمه. لان انا فعلا لحد النهارده حرفيا زي ما الكتاب ما قال، او زي ما العرب كانوا عارفين زمان، انا ما اقبلش مهما كان اي حاجه من الحاجات اللي انا بشوفها دلوقتي. اي حاجه بشوفها دلوقتي على الميديا، على البنات، على اللي بيحصل، على اللي بيحصل في الشارع، على اللي بشوفه، الحاجات دي كلها انا ما بقدرش اقبلها. طب انتوا عايشينها ازاي؟ سايب اختك كده ازاي؟ سايب بنتك كده ازاي؟ انتوا مش في غفله، ده انتوا كده مش عايشين. اقسم بالله انا كده هيبقى حرام عليا لو جيت حسبت على حد فيكم ان هو راجل. عامه بقى انت اذا كان ايا كان انت مين في الدنيا، بس ان انت قابل حاجه زي دي، فانت ازاي يعني؟ انت لما انت قابلها فانت عايش ليه يا عم؟ هو بجد هيحصل حاجه لو حسنت لسانك. يعني لو لسانك ده اتعدل ما تتكلم كويس، يعني ما فيش اي مشكله لما تدخل مطعم او تدخل كافيه وتدخل تتكلم بطريقه كويس. بعد اذنك ينزلك الحاجه، طب شكرا جدا ليك، تسلم ايدك، اتفضل. اتعدل في طريقتك. مش لازم ابقى قاعد كده في المكان وبحط رجل على رجل وتيجي تقدم لي الحاجه وعاملك ان انت كلب جاي تقدم لي حاجه، او ان انت شغال عندي. لا، اللي شغال ايا كان مين هو اللي شغال، فهو شغال علشان يكسب اكل عيشه، فهو بيعمل ده علشان اكل عيشه. انما مش بيعمل كده علشانك. هو رايح المكان شغله ده مش عامل حسابه ان هو هيشوفك. فانت خليك حاجه كويسه تعدي في يومه، تتحسب له هو في يومه، وتحسن من يومه وتحسن من مزاجه. لما تمشي في الشارع وانت راكب عربيتك، لما حد يجي يمسح لك العربيه مش لازم غرف داهيه والمعامله الوحشه دي. طب ليه؟ وحسن ده اكتر حاجه هتسأل عنها. يعني بلاش كل شويه عمال انم على الناس، عمال كل ما حد يتكلم على عمال اشتم. احترم نفسك انت اللي هتيجي في الاخر وهتعرف ان انت ستام، هتعرف ان انت لسانك وحش. الناس هتاخد عنك الفكره الوحشه، لان دول ما بيسمعوش منك غير الكلام الوحش، والكلام هو سيد كل حاجه في الدنيا. انت لو كلامك كويس الناس هتحبك، لسانك كويس هتكسب الناس. طب لسانك وحش مفيش حد هيطيقك، مفيش حد هيطيق القعده معاك. فحسن من لسانك. في ناس انت هتشوفهم مره في العمر، زي ما قلت لسه قايل حالا، في ناس هتشوفهم مثلا في كافيه، هتشوفهم وانت ماشي بالعربيه، هتشوفهم في الشارع. لما تتعامل معاهم بطريقه وحشه وتحسسهم انهم ناس اقل منك، يعني انت خلاص انت بتاخد سيئات على الفاضي. طب على ايه؟ حسن من لسانك، مش هتخسر حاجه، بالعكس الكلمه الطيبه صدقه، اكسبها يا عم.